بعدين فجأة جتني عمتي واخت زوجي، سلموا علي وقعدوا معي، قالوا يا فلانة. قلت نعم. قالوا انت ما تبين توخرين الافكار اللي في راسك؟ قالت اي افكار؟ قالوا ترى هذا زوجك، ترى حلال عليك، مو بمعقول يعني انه يعقد عليك ويتزوج، وحتى شرعا ما يجوز انك ما تستقبلينه ولا تشوفينه ولا تخدمينه ولا تأدي له شيء. تقول انا انصدمت، قلت لهم انتم قايلين لي حبر على ورق، انتم قايلين لي انا كيف انا ما اشوفه الا اخوي. قالوا يا بنت الحلال ايش اللي ما تشوفينه الا اخوك؟ هو ما هو باخوك، هو زوجك الحين، فهو له حق عليك انك تعطينه حقه. قالت تقول قعدت اصيح، انا ماني متخيله اني اتزوجه، هذا شيء. الشيء الثاني حاسه اني خاينه زوجي الميت لاني انا احبه وانا وفيه له. تقول المهم الحوا علي وجابوي من الديره والحوا علي، وبعدين راحوا وجابوه ودخلوه علي وجلس يكلمني ويتودد لي، والصراحه تقول انه رجل مؤدب ورجل خلوق وشاريني وشاري